عادي انك تلاقي قرصان كيوت، وده ملخص الفصل العاشر لقصه جزيره الكنز لاولى ثانوي. فلو ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت روحوا شوفوها وتعالوا. بيوصل جوجو الجزيره وبيبقى مبسوط وكله حماس علشان السفينه في امان بعيد عن القراصنه، واخيرا بقى هيرجعوا لبيتهم وهيموت ويحكي للدكتور والكابتن عن اللي حصل معاه. بيفضل يمشي جوه الجزيره وهو حافظ كل مكان فيها، بس الدنيا بقى كانت ضلمه واللي منورها القمر يا قمر. واول ما قرب من الحصن ابتدى يتحرك ببطء علشان محدش يفتكره قرصان فيقتله، وبيبص ناحيه الحصن لقى نار كبيره قدام الحصن. وقتها قلق علشان الكابتن ما كانش عايز يضيع شويه الحطب اللي معاهم في حفله باربيكيو. وبيدخل جوجو الحصن بعد ما بيهرب من الحراس، ولسه يا حبيبي رايح عشان ينام على سريره سمع صوت بغبغان سيلفر وحد بيقول مين هنا؟ وفجأة لقى نفسه في الأوضة حوالي 5 قراصنة. سيلفر بيقول لهم ما تقلقوش يا جماعة اقعدوا، ده جوجو عادي. وبيبتدي سيلفر يتكلم مع جوجو ويقول له أنا عارف إنك ذكي، فياريت تبقى معانا وتبقى صبي قرصان زي ما أنا بدأت كده. أنت جواك قرصان يا ابني بس أنت مش عارف، ومفيش بقى حاجة قدامك غير انك تبقى معانا علشان مش هتعرف ترجع لاصحابك، وهم اصلا فاكرين انك سبتهم. جوجو وقتها بيفرح ان اصحابه كويسين بس بيتضايق ان هم ما بقوش عايزينه. سيلفر قال له يا ابني انت كبير خد قرارك بقى وانا مش هقول لك تعمل ايه. جوجو رد عليه اللي هو انا مش فاهم حاجة، قول لي بقى ايه اللي حصل قبل ما اخد قراري. سيلفر بيحكي ان امبارح الصبح لقوا الدكتور نازل لهم بعلم ابيض وبيقول لهم السفينة ما بقتش موجودة، وفعلا بصوا حواليهم لقوا السفينة اختفت. والدكتور قال لهم خدوا انتوا الحصن واحنا هنمشي منه. ها عرفت اللي حصل؟ ردك ايه بقى؟ معانا يا ابو الجناجين وتبقى احلى صبي قرصان؟ جوجو قال له امين، بس الاول بقى يا ابو القراصنه لازم تعرف انك خسرت سفينتك والكنز ورجالتك، وكنت انا السبب علشان سمعتك وانت بتتكلم في السفينه مع رجالتك وقطعت حبل المرسى، وكمان بقى السفينه معايا خدتها المكان ما تعرفوش. فوق كل ده بقى انا مش خايف منك، ولو عايز تقتلني مش هتعرف علشان انا هساعدك في محاكمتك لما ترجع. يا ريت تقرر بقى هتعمل معايا ايه. جوجو بعد ما خلص كلامه لقى القراصنه كلها بتبص له من فوق لتحت بمنتهى الغضب، وفي قرصان اسمه مورجان قال الواد ده هو اللي عرف بلاك دوج في الفندق، وهو كمان اللي خد الخريطه من الاول. وبياخد سكينه وبيروح ناحيه جوجو، بس سيلفر بيوقفه. سيلفر قال لهم انا بحب الواد جوجو ده وهو ارجل منكم كلكم بقى على فكره، وفي بذره قرصان صغير. القراصنه اتضايقوا وابتدوا يبرطموا بينهم وبين بعض. واحد منهم بقى قال له بص يا ابو القراصنه طريقتك بقت نيله خالص ودي مش اخلاق قرصنه، احنا هنتناقش مع بعض بقى مناقشه قراصنه بعيد عنك وهنقول لك هنعمل ايه. امين. سيلفر عرف وقتها ان هم مش عايزينه خلاص، وقال لجوجو لو انقذتني هنقذك، وانا عارف انك حاطط السفينه في مكان محدش يعرفه غيرك. بص انا مش عارف انت عملت كده ازاي، بس الدكتور اداني خريطه الكنز قبل ما يمشي. جوجو وقتها بيتفاجئ، بس في الوقت ده القراصنه بيبقوا جايين على سيلفر وهم في ايديهم سكينه وورق. سيلفر بيقول لجوجو خليهم يجوا. ترى بقى القراصنه هتعمل ايه في سيلفر وفي جوجو؟ هنعرف الفيديو الجاي.